فيلمنا بيبتدي في دار رعاية للبنات، واللي هنلاقي فيه بنتين أعز صحاب اسمهم فيفيان وصوفيا، واللي كانوا بيتكلموا عن اليوم اللي هيجي حد يتبناهم فيه، بس ده في اعتبارهم إنهم في دار أيتام. بس في الواقع هم في مكان فيه قواعد صارمة جدا، زي مثلا إن أول ما النور الأزرق يقيد فده معناه إن جه وقت النوم ومن غير أي نقاش. وفي اليوم اللي بعده بيقف البنات في صف واحد مستنيين دورهم عشان يستخدموا الحوض، وهم بيدهنوا وشهم بماسك معين قدام الكاميرات. واي تهاون في حاجه زي دي ممكن البنت تتعاقب عليها. وبيجي الدور على فيفيان، لكن صوفيا بتخبط فيها وبتوقع الماسك على الارض. وصوفيا عندها ضعف نظر، ففيفيان بتجري على صاحبتها عشان تجيب لها الماسك، لكن للاسف بتتاخر على الميعاد بتاعها. فبيشتغل الانذار وبيجي 2 من الحراس وبياخدوا فيفيان لمكان بعيد، وهي بتتحايل عليهم انهم يسيبوها. وبتبقى صوفيا وباقي البنات مدين وشهم للحيطه ومش شايفين اللي بيحصل. والمكان اللي البنات فيه بيبقى في منطقة معزولة، وبيكون شغال بالذكاء الاصطناعي ومفيهوش أي شبابيك، وده لعدم تعرضهم للشمس ولأي هواء عشان ما يأثرش على جلدهم. فبالتالي البنات دي عمرها ما شافت شمس أبدا، لأنهم موجودين في المكان ده من وهم أطفال رضع، يعني كانوا في المستوى الصفر. وكل ما يكبروا بيطلعوا للمستوى اللي بعده، وأعلى مستوى هناك هو المستوى ال16. يعني البنت لما بتوصل للمستوى ال16 بيتم تبنيها، وخلال فترة حياتهم بيتعلموا انهم يهتموا بنظافة بشرتهم، وبيتعلموا مهارات إدارة البيت والإتيكيت، وبيتعلموا ان الفضول والغضب بيقلل من كونهم بنات محترمة. لكن جنب كل ده هم عمرهم ما اتعلموا لا القراءة ولا الكتابة. وبعد سنين بتوصل فيفيان وصوفيا للمستوى ال16، لكن فيفيان بتكون بتكره صوفيا جدا، وده بسبب اللي حصل ما بينهم في المستوى العاشر ساعة حادثة وقوع الماسك على الأرض. ومن ساعتها بقت فيفيان البنت رقم 1 في الانضباط، وبتسمع أي أوامر من غير أي نقاش. والبنات فرحانين أخيرا إنهم وصلوا للمستوى ال16، وفي آخر يوم ليهم كمان بيختاروا السرير اللي هيناموا عليه بنفسهم، وبياخدوا كمان فيتامينات. وفي يوم بتاخد صوفيا فيفيان للحمام عشان يتكلموا على انفراد، بس فيفيان بتمنعها عشان ده ضد القوانين. وبعدها بتظهر بريكسل مشرفة الدار وبتجمع البنات وبتقول لهم انها جايبه لهم خبر حلو، وهي انها جابت لكل بنت فستان. وبيبقى البنات مبسوطين جدا لان اول مرة يجيلهم هدية زي دي. وفي اليوم اللي بعده البنات بتشتغل في اعمال التنظيف وهم لابسين الفساتين، وصوفيا بتبدل شغلها مع بنت تانية عشان تبقى جنب فيفيان. وبعدها بتقول لفيفيان انها تمثل انها بتاخد الفيتامينات وما تبلعهاش، ولسه بتقولها على السبب. لكن في بنت بتظهر وبتاخد صوفيا للشغل، وبتبقى فيفيان مش واثقة في صوفيا، لكن بتجرب انها ما تاخدش الحبوب عشان تعرف ايه اللي هيحصل. وبالليل البنات كلها بتبقى نايمة ما عدا فيفيان وصوفيا. وصوفيا بتقول لفيفيان ان الدار بتديهم حبوب منومة على اساس انها فيتامينز. ووقت ما البنتين بيتكلموا مع بعض بيسمعوا صوت خطوات حد ماشي، وبتظهر بريكسل وبيبقى معاها 2 حراس، وبياخدوا بنتين وهم نايمين وبيكونوا فيفيان وواحدة اسمها أوليفيا، وبيودوهم أوضة بتظهر فيها بريكسل مع واحد وواحدة كبار في السن. وبتسألهم بريكسل لو البنتين في حالة كويسة، وده عشان يتباعوا كأنهم بضاعة يعني. فالاتنين بيختاروا أوليفيا علشان يشتروها. ففيفيان بتتصدم لما بتعرف انهم مش موجودين للتبني، وانهم طلعوا عبارة عن سلع للعائلات الغنية. وساعتها فيفيان بتصدق كلام صوفيا، وصوفيا بتقول لفيفيان انها ما بتاخدش الحبوب من المستوى ال13 وبتفضل صاحية والبنات بيكونوا نايمين. وبتقول لها ان من ساعة انتقالهم للمستوى ال16 الحراس بياخدوا البنات بره الأوضة كل ليلة، وده عشان بريكسل توريهم للزباين. ففيفيان بتسألها هي بتعمل ايه كل ليلة وهي صاحية، فصوفيا بتقول لها انها بتسمع البنات اللي بره الأوضة لما بنات المستوى اللي هي فيه بيناموا، في بنات تانية في مستوى تاني بيعملوا نفس الروتين. وبيبقى فيه ساعة وقت النوم النور بيقطع فيها، وساعتها في حارس بيدخل لأوضة البنات وبيتحرش بيهم وهم نايمين. ووقت ما هما بيتكلموا بتدخل عليهم بريكسل تاني، والمرة دي بتاخد معاها صوفيا وبنت تانية. وبعد ما بيطلعوا فيفيان بتاخد بالها انهم سابوا الباب مفتوح، وبتطلع وبتبقى قدام كاميرات المراقبة، لكن الانذار ما بيشتغلش. فبتحاول انها تفتح باب الخروج الرئيسي علشان تهرب، لكن للأسف بتفشل، وده لأن الباب بيكون مقفول كويس. فبتجري على الأوضة قبل ما حد من الحراس يشوفها. وبعدها بترجع صوفيا الأوضة تاني وبتكون لوحدها من غير البنت اللي كانت معاها. وفي اليوم اللي بعده بتروح البنات لعيادة الدكتور ميرو، وبيكشف عليهم شهريا، وكمان بيحقنهم بمادة كيميائية معينة، وبيقول إن هي مصل لتقوية المناعة. وميرو بيبان إنه لذيذ وهو بيتكلم مع فيفيان، وبيقول لها إنها شبه ممثلة أفلام مشهورة وبيخليها تبتسم. وبعدها بتبقى ليلة الفرجة على الأفلام، والبنات بيكونوا بيتفرجوا على نفس الفيلم اللي بيتعرض لهم من سنين. وبعدها البنات بتنام في الأوضة، وبتبقى فيفيان وصوفيا صاحيين وبيخططوا لهروبهم من المكان، وبيعرفوا إنهم محتاجين مفتاح على شكل بطاقة عشان يقدروا يفتحوا الباب.
فبتقترح صوفيا انهم يسرقوه من الحارس اللي بيجي يتحرش بالبنات، لكن فيفيان بتعارضها وبتقول ان ميرو ممكن يساعدهم. وفي اليوم اللي بعده فيفيان بتروح لميرو من غير ما يستدعيها، وبتختلق عذر للمقابلة، وبتسأله عن شكل الممثلة اللي اسمها زيها، فبيضحك ميرو وبيقول لها انه هيشوف الموضوع ده بعدين. وبعدها بتكون البنات بتلعب مع بعض، وفجأة واحدة منهم بيجيلها صرع وبيبان عليها الأعراض، فصوفيا بتساعدها، وواحدة من البنات بتقترح انهم ينادوا حد من الحراس، فبتفترض صوفيا ان ده بسبب المصل اللي الدكتور ميرو بيحقنهم بيه. وأثناء ما البنات بيتفرجوا على فيلم بيتغير الفيلم والأول مرة وبيبقى فيلم مختلف، وبيكون فيه الممثلة اللي اسمها فيفيان، فبتفهم فيفيان إن دكتور ميرو هو اللي غير الفيلم. وفي ميعاد الكشف فيفيان بتشكر الدكتور ميرو عشان غير الفيلم، بس وهما بيتكلموا ميرو بياخد باله إن فيفيان ما بتاخدش الحبوب، فبيحقنها بمادة تخليها تنام، وكانت دايخة طول اليوم وبتتكلم مع صوفيا ولسانها تقيل جدا وشعرها مش متسرح. وفي بنت اسمها إيفا بتاخد بالها من فيفيان وبتبلغ بريكسل عنها، فبتحضر بريكسل وبتاخد فيفيان عشان تعاقبها، وده بسبب إهمالها في نظافة نفسها، وبتحبسها في زنزانة ضيقة وبتقولها تفكر في اللي هي عملته. وبعدها بترجع بريكسل لأوضتها وبتصب كحول ليها والدكتور ميرو، وبيبان إنهم الاتنين في علاقة غرامية مع بعض، وبيتكلموا في موضوع بخصوص مديرهم اللي بيجيب لهم زباين يعني. وبيقول ميرو ان هم عايزين ينقوا بنات اطفال كدفعات جديده، فبتكون بريكسل ضد الفكره دي لانها عايزه تبطل الشغل ده، لكن ميرو بيقترح انهم بدل ما ينقوا اطفال جديده يشتغلوا على مراهقات احسن ويعملوا لهم اعاده تاهيل، لكن بريكسل برضه ما بتوافقش. وبالليل فيفيان بتكون لسه محبوسة، وصوفيا بتكون بتعمل حبل من ملايات السرير وبتبقى عايزة تهاجم بيه الحارس اللي بيتحرش بالبنات. ولما بيجي الحارس وبيبدأ يلمس بنت بتظهر صوفيا من وراه وبتخنقه بالحبل وبتسيبه وبتجري برا الأوضة علشان تروح تحرر فيفيان، لكن الحارس بيقدر انه يمسكها وبيضربها وبيبقى عايز يقتلها، لكن صوفيا بتضربه بمكوى على وشه وبتجري وبتاخد من الحارس بطاقة المفتاح وبتروح لفيفيان، لكن جهاز الانذار بيشتغل وبترجع صوفيا جري لأوضتها، وفيفيان بتعيط وبتقول لها انها ما تسيبهاش لوحدها. وبعد شوية بتخرج بريكسل فيفيان وبتوقفها مع البنات في الطابور، وميرو بيكون موجود ومتابع كل اللي بيحصل، فبتقول بريكسل ان صوفيا خانت الدار وهتتعاقب عقاب شديد، وبتسأل البنات مين معاها بطاقة المفتاح اللي صوفيا خدتها من الحارس، لكن محدش من البنات بيرد عليها. وطلع ان صوفيا عرفت تخبي البطاقة قبل ما يتقبض عليها، فبيتعصب ميرو وبيهددهم انه هيعاقبهم واحدة ورا التانية، وبيخلي حد من الحراس ياخد بنت ويعاقبها قدام زمايلها. تفضل البنت تقوله انها ما عملتش اي حاجة، وبيفضل الحارس يشدها، وبتبقى فيفيان مش عارفة مكان حبس صوفيا، وبتكون بريكسل صارمة في موضوع حبوب الفيتامينز وبتحط الحبوب في بق البنات بنفسها عشان تتأكد انهم بياخدوها. وبالليل فيفيان بتفضل تعور في نفسها عشان تفضل صاحية، وبتدور في الأوضة على البطاقة اللي شالتها صوفيا وبتلاقيها تحت مخدة سريرها، وبتعرف ان صوفيا خبتها عشان فيفيان تعرف تهرب بيها، فبتاخدها فيفيان عشان تفتح بيها الباب، لكن للأسف ما بيتفتحش، فبيجيلها فكرة انها تستخدم البطاقة كمفك، وبتفك بيها المسامير اللي رابطة الباب بالحيطة، وبتخلع الباب وبتهرب من الأوضة. وبعدها بتروح لعيادة الدكتور ميرو وبتلاقي بريكسل هناك، وبريكسل بتحاول تحقن فيفيان بحقنة مخدرة، لكن فيفيان بتعرف تاخد منها الحقنة وتحقن بريكسل بيها، وبتسألها عن مكان صوفيا لكن بريكسل ما بتردش. فبتروح فيفيان للسجن اللي في القبو وبتلاقي صوفيا في زنزانة هناك، وبتستخدم بطاقة بريكسل اللي خدتها عشان تحررها، بس ايدين صوفيا بتكون مكلبشة، فبتروح وبيجيب مقص من عدة الأدوات الطبية وبتفك الكلبشات بيه. وهناك بيكتشفوا جثة البنت اللي ميرو عاقبها أول واحدة، لكن بيلاقوها مسلوخة وجلدها مش موجود. وبتبقى صوفيا عايزة تحذر البنات من اللي بيحصل، لكن أهم حاجة بالنسبة لفيفيان إنها تهرب بنفسها، فبيقرروا إن صوفيا تروح تجيب باقي البنات وفيفيان تستناهم في الأوضة. وبعدها بتروح صوفيا وبتجمع البنات في الأوضة علشان تحذرهم، وبتسمع فيفيان صوت واحد من الحراس جاي، فبتستخبى جوه أوضة، فبتلاقي تلفزيون وبيشتغل عليه إعلان غريب، وهو إن الدكتور ميرو بيوضح في الإعلان طريقة استرجاع بشرة الشباب، وهي عن طريق زرع جلد من واحد من المتبرعين. فبتفهم فيفيان إن هم متربيين كل السنين دي في بيئة خالية من ضوء الشمس عشان الأغنياء يشتروا جلودهم في النهاية، وبيحطوها عليهم عشان يبانوا أصغر في السن، وإن البنت اللي لقوا جثتها مسلوخة أصلا كان في حد اشترى جلدها،
وبتبقى صوفيا بتتكلم مع البنات في الأوضة وبتشرح لهم اللي بيحصل، لكن للأسف محدش بيصدقها، وكمان بيهددوها انهم يجيبوا لها الحراس. بس بتدخل عليهم فيفيان وبيبقى معاها بريكسل وهي تحت تأثير المخدر، وبتقول للبنات على جثة البنت اللي من غير جلد في القبو، وبتوريهم الجروح اللي على جلد بريكسل، وانها عملت عملية زرع جلد من بنت كانت هنا، وان ده اصلا مش وشها الحقيقي. واخيرا البنات بيصدقوا كلامهم، وبعدها بياخدوا بريكسل وبيحطوها في الزنزانة الضيقة اللي فيفيان كانت محبوسة فيها، وبعدها بتجري البنات عشان يهربوا من باب الخروج، بس الحراس بيشوفوهم وبيجروا وراهم، ومعظم البنات بيهربوا، بس واحد من الحراس بيقبض على صوفيا وبيعورها، والبنات بيعرفوا انهم يخلصوها منه وبيحدفوه من فوق المبنى وبيموت. وبعدها البنات بتجري في اتجاهات مختلفة عشان يشتتوا الحراس، وبتجري فيفيان وصوفيا من الحراس وبيستخبوا في بيت مهجور، وبيظهر لهم هناك الدكتور ميرو وبيستأذنهم بلطف انهم يخرجوا ويروحوا معاه، بس فيفيان بتعور نفسها في وشها بأداة حادة، وبتأكد لميرو ان هي ملهاش لازمة او استخدام بالنسبة له بعد كده. وبتيجي مكالمة للحراس من المدير وبيطلب منهم انهم يقتلوا ميرو عشان فشل في المهمة بتاعته، وبيفضلوا فيفيان وصوفيا في البيت المهجور طول الليل لحد ما بيناموا من الخوف والسهر لتاني يوم الصبح، وبيظهر الصبح 2 ضباط شرطة وبينقذوهم وبيخرجوهم من البيت. وصوفيا وفيفيان بيكونوا أول مرة في حياتهم يشوفوا شمس، ويعرفوا قد إيه إن هم طول عمرهم محرومين من الجمال والنعمة دي. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش الاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد.